السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي حكايات الليل والنهار. هطير في كل أنحاء العالم أجيب لكم كل يوم قصة ومعلومة وأخدكم معايا في رحلة قصيرة. حضروا بقى كوباية الشاي وتعالوا نسهر مع بعض. هنتكلم النهاردة عن شخصية جذابة، شخصية مثيرة، شخصية حياته مليئة بالمصاعب والمشكلات. اسمه ساندرز، وبالتحديد هارلاند ديفيد ساندرز، واحد من أشهر رجال الأعمال الرياديين في أمريكا. اتولد ساندرز في سنة 1890 لأسرة فقيرة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتحديد ولاية إنديانا. توفى والده وكان عمره 6 سنوات، واضطرت والدته للعمل، وظل ساندرز يرعى إخوته ويعد لهم الطعام، حيث أصبح طباخ ماهر وهو في سن ال7 سنوات، حيث كان يجيد طهي الدجاج المقلي، ولم يكن يعلم أن هذا العمل الشاق يخبئ له ملايين الدولارات. ولم تستطع أمه العمل الشاق وتزوجت. ترك ساندرز المنزل وعمل في كثير من الأعمال الشاقة، كعامل حدادة، رجل إطفاء، عامل في مزرعة. وبالرغم من هذه الصعوبات إلا أنه أكمل الدراسة الثانوية، ودرس المحاماة بالمراسلة، وتخرج من الجامعة وعمل محاميا في إحدى الشركات، وعمل أيضا في خدمة السيارات والمزارع، والتحق بالجيش الأمريكي. وفي عام 1930 أسس محطة لخدمة السيارات بمدينة كوربن بولاية كنتاكي. وجاء إليه ذات يوم صديق له يشكو سوء الطبخ في المطاعم الموجودة بولاية كنتاكي، وهنا لمعت لديه فكرة افتتاح مطعم، فاستغل غرفة صغيرة في المحطة وحولها لمطعم صغير، واشتهر خلال بضع شهور، فحول المحطة كلها إلى مطعم كبير تحت مسمى كافيه ساندرز. وسرعان ما حقق المطعم نجاحا ملحوظا، لدرجة أن حاكم ولاية كنتاكي قام بتكريمه عام 1936 ومنحه لقب كولونيل كنتاكي، وهو لقب شرفي تقديرا منه لجودة الطعام الذي كان يقدمه، ونوع من الإشادة الرسمية بإسهاماته في تطوير قائمة الطعام المحلية الخاصة بولاية كنتاكي. وفي العام التالي قام ساندرز بزيادة طاقة مطعمه القصوى ليتسع 142 عميلا بدلا من 45 فقط، وأقام إلى جوار المطعم فندق صغير للمسافرين على الطريق السريع الذي كان يقع عليه المحطة والمطعم. وكان ساندرز يطهي الطعام بطريقة تقليدية تستغرق 30 دقيقة لإعداد الوجبة، ورغم من تميز الطعم بمذاق شهي وجودة عالية، إلا أن طول المدة كان يضيع عليه أرباحا هائلة كان يمكن أن تحقيقها من خلال البيع للمسافرين المتعجلين الذين ليس لديهم وقت الانتظار. وبعدها طور ساندرز من نفسه، واستخدم مقلاة ضغط مبتكرة لقلي الدجاج سريعًا. وفي عام 1940 ابتكر الخلطة السرية، وهي سر نجاحه حتى الآن، وهي عبارة عن 11 نوع من التوابل والبهارات طوره ساندرز بنفسه في مطبخه. وجاءت الرياح بما لا تشتهي السفن. إيه اللي حصل؟ تم تحويل الطريق الرئيسي اللي كان بيمر بولاية كنتاكي اللي كان فيها المطعم والفندق، وبدأ يخسر كل زباينه، واضطر يبيع المطعم في مزاد علني. ييأس؟ لا، هو ما يعرفش حاجة اسمها يأس، بالعكس ده بدأ رحلة جديدة سنة 1952، وكان عمره وقتها حوالي 62 سنة. تفتكروا كان بيعمل إيه؟ كان بيحضّر وجبات الدجاج المقلي بالخلطة السرية، ويروح بنفسه للمطاعم في أمريكا ليعرض وجباته مقابل حصة من الأرباح. وباءت محاولاته بالفشل العديد من المرات، إلى أن وافق أحد المطاعم، وبعدها نجح في إقناع مطاعم كتيرة بالفكرة، وبقى يبيع الدجاج بالخلطة السرية في أكتر من 600 مطعم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. وبعد العمل الجاد نجح في ترسيخ اسم دجاج كنتاكي في سوق الوجبات السريعة. وبعد التجارب الناجحة دي قرر الكولونيل ساندرز فتح مطعم بنفسه، لأنه كان يقدر يطبخ ويقدم وصفته الخاصة للزباين. وعمل قرض فعلا من البنك لتحقيق حلمه، وكان وقتها عنده حوالي 70 سنة، وازدهر المطعم وأصبح سلسلة مطاعم كنتاكي. بعد كده قرر بيع المنظومة كلها بحوالي 2 مليون دولار أمريكي لبعض المستثمرين، وفضل هو المتحدث الرسمي باسم الشركة مقابل راتب ثابت. وفي سنة 1991 تم تأسيس العلامة التجارية KFC، وهي الحروف الأولى لدجاج كنتاكي المقلي كنتاكي فرايد تشيكن.
وتم إطلاق سلسلة مطاعم كنتاكي التي ما زالت تحمل صورته اللي تعتبر أيقونة وعلامة تجارية لسلسلة مطاعم كنتاكي حتى الآن. وامتدت فروع كنتاكي إلى ما يقرب 20,000 فرع تنتشر في 132 دولة حول العالم. وتوفي ساندرز سنة 1980 عن عمر يناهز 90 سنة، وساب بصمة وشخصية هزت التاريخ. يا رب نكون استمتعنا برحلة النهاردة. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد.